السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل بصل المخلل بطريقة سهلة وسريعة. معانا مية مغلية عليها كوباية ملح خشن ندوبها فيها. ممكن لو مش متاح الملح الخشن نجيب ملح عادي ناعم عادي. دي مية مغلية من على النار شايلها لسه ما بتغلي. ننزل عليها بالبصل، ده كان كيلو ونص بصل. ياريت بصل اللي هو بيكون الأبيض ده الصعيدي مش الأحمر، بيبقى أحسن في التخليل. هنا سبته ليلة كاملة، بيته من بالليل لحد الصبح في قلب المية وقفلت عليه الحلة. هنا كان طرى معايا خالص، قشرته. انا اقشر كام واحدة معاك اوريهولكوا. هنشيل الطبقة اللي تحت كده، العنقود اللي تحت، بعدين نقشره. تقشر بكل سهولة، ما بيتعبناش. ده بيبقى سهل في التخليل وبيبقى سريع، ممكن في اسبوع تاكليه زي الجاهز بالظبط، وطعمه حلو جدا. وبينفعك بقى في وقت الازمات لما تكوني مستعجلة عايزة مخلل سريع. هنا قشرت كل الكمية اهيت. معانا لتر مية، ومعانا لتر مية، ومعانا ربع كوباية خل، ومعلقتين او 3 فلفل احمر عادي، لو حراق برضو عادي زي ما انت عايزة حبة. كل لتر مية بياخد 4 معالق ملح، هنبقى ملح مظبوط، وربع معلقة شطة. هننزل بالفلفل الاحمر في ارضية البرطمان. نحط البصل، نحط ما بينه وما بين كل حبة شوية فلفل احمر. انا حطيت كل الكمية اهوت، حطيت برضو عليها الفلفل اللي فاضل، وهننزل عليها بالمية، وحطيت عليها الخل ونقلبها. لو انت عايزاه يقعد عندك مدة طويلة ما تحطيش الخل يعني، لكن الخل بيسرع في التسوية بتاعه. والمفروض كنت احط معلقة سكر بس انا نسيت، عشان بيحافظ على القرشة بتاعته. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.